6.5%. لما هيتعمل التعويم ده في العام المالي الحالي اكيد بيأثر بشكل واضح جدا على المستهدفات والتقديرات حتى بالنسبه لنسبه العجز، وهتزيد باكتر من كده. فيمكن فكره ان هو يتم انتقال التعويم للعام المالي الجديد ده علشان يحافظ الى حد ما على المستهدفات الحكوميه خلال الفتره اللي جايه. دايما هتسأل سؤال، طب وبعد التعويم ايه اللي هيحصل؟ محدش يقدر ينكر تعويم يعني زياده في معدلات التضخم، يعني زياده في الاسعار، يعني اساسا الاسعار اللي عماله تزيد كل يوم اكتر من التاني هتوصل للسما. لازم الحكومه تبتدي تحط خطه وتبتدي ان هي تتحرك ازاي ان هي هتواجه الزيادات والمشاكل اللي ممكن تنتج عن التعويم الجديد. وربنا يعدي الازمه دي على خير، وربنا يكون في عون الناس اللي بتواجه الفتره اللي فاتت يمكن غلا كبير، وربنا يستر ما يبقاش في غلا اكبر خلال الفترة اللي جاية، والحكومة تبتدي تحط فعلا حلول تخلي الأسعار تقل شوية بدل ما هي عمالة كل يوم في الطالع. كان معاكم علي الإدريس.